هلو هلو، صباح الخير، عاملين ايه؟ طبعا زي ما انتوا عارفين انا بايته من امبارح عند ماما. فطبعا كسل، ولا بقى بعمل فطار ولا بعمل غدا ولا بعمل اي حاجه، بقعد كده كل حاجه بتجيلي دلع بقى. بس فكنت عايزه اسالكوا على حاجه. هو حد يعني وهو مثلا بيكون مثلا بيعمل حاجة، يلاقي نفسه بيعمل حاجة تانية خالص، او مثلا نايم في مكان يصحى يلاقي نفسه في مكان تاني. فاهمني؟ يعني اللي هو بيحصل معاكوا زي عكوسات كده يعني. حد مثلا بيصلي يلاقي نفسه يعني باصص في اتجاه تاني غير القبلة. كان بيصلي في مكان لقى نفسه بيصلي في مكان تاني. فاهمني؟ يعني اللي هو ايه، يعني مش عارفه اقولها لكم ازاي. اللي هو يعني مثلا يعني تكونوا بتعملوا حاجه تلاقوا نفسكم بتعملوا حاجه تانية، او بتقولوا حاجه تلاقوا نفسكم بتقولوا حاجه تانية، او في مكان تلاقوا نفسكم في مكان تاني، حاجه زي كده يعني. بس فكنت بقى زي ما بقول لكم على موضوع العكوسات ده، لان بيحصل معايا ومع ناس تانية كتير انا عارفاهم، بس انا ما جربت يعني، ما كنتش جربت. فلما كان حد بيحكي لي حاجه زي كده كنت بقعد اقول ايه، مثلا تهيؤات، ممكن انت انشغلتي، ممكن يبقى حصل حاجه، ممكن تبقي نسيتي حاجه كده. يعني من فترة برضو واحدة قريبتي كانت بتصلي وهي واقفة على القبلة وبتصلي على القبلة بالظبط، يعني بتصلي وعارفة هي بتعمل ايه. دي بقى فبصت للقبلة بتاعت الصلاة، فلما قامت سجدت وقامت تاني لقيت نفسها سجدت الصلاة في ظهرها وهي واقفة مديها سجدت الصلاة ظهرها. انتوا متخيلين؟ فالمهم ايه، لما جت حكت لنا وكده قعدنا نقول لها لا انت اكيد بيتهيألك، اكيد في حاجه غلط، ممكن تكوني نسيتي، ممكن وانتي بتصلي كنت مشغوله فوقفتي انتي اصلا غلط. فضلت تحلف ان هي فعلا فعلا كانت واقفه يعني واقفه على سجاده الصلاه بتصلي. فاحنا طبعا فضلنا عشان محدش فينا جرب ففضلنا نقول لها كده. المهم برضو موقف تاني، اختي كانت متجوزه في شقه. كل ما كانت تنزل تبقى سجاده، يعني هي حاطه السجاده مكان ما بتصلي، فلما بتنزل ترجع تلاقي السجاده باصه للباب. تقول ممكن يبقى واحنا ماشيين مثلا خبطناها برجلينا، فالمهم ايه عدت، فتنزل تاني تاخد بالها بقى، بدأت تاخد بالها من الموقف يتكرر، تاخد بالها من الموقف يتكرر، بس كل ما يتكرر بقى الموقف بقت فرحت. جت في مره قالت لي طب انا هثبت لكم. نزلت من البيت قبل ما تنزل مصوره السجاده تمام وهي باصه على البلكونه. راجعه بقى، اول ما رجعت صورت لنا السجاده وهي ملفوفه فعلا ناحيه الباب، ده حقيقه يعني مش عارفه. فالمهم برضو قعدنا نقول ايه، ممكن برضو تهيئات. عندها اوضه الاطفال، هي لسه عروسه ما كانتش بتدخل اوضه الاطفال دي كتير خالص. فالسجاد اللي هو الشاك ده، واللي هو لونه كان لونه زي العسلي كده، فبيقلب لون، يعني لما بتحركي ايدك عليه بتحركي رجلك عليه بيعمل بصمات. فالمهم الاوضه دي ما كانش حد بيدخلها خالص. تيجي تفتح النور بتاع الاوضه تلاقي فيه بصمات رجلين. متخيلين؟ والله العظيم والله العظيم كل اللي بقوله ده بجد حقيقه. فالمهم ايه، فمع الوقت بقى خلاص احنا كنسلنا الشقه دي خالص، مشيت اصلا منها. وقلنا برضو ممكن كانت بتلاحظ بقى كمان في المرايه بتاعه التويليت، كل ما مثلا التويليت يبخر شويه تلاقي صوره يعني هيئه فيل كل مره كل مره. ف... فاحنا اللي هو ايه خلاص هي سابت الشقه يعني وكده. بس برضو بيبقى نقعد برضو احنا مثلا لما تيجي تحكي لنا نقول مثلا ممكن بتهيألك خيال، ممكن البخار مع الميه لما مثلا بينزل او كده بيعمل اي شكل عادي، ساعات بتحصل على فكره. بس فكذا حد مثلا حوالينا بيحصل له نفس الحاجات دي بالظبط، يعني بيحصل له نفس يعني مواقف مختلفه ما بين شخص وما بين التاني، مواقف كده بنلاقيها مختلفه خالص، بس كلهم بيتكلموا عن نفس الحاجه. طبعا احنا عارفين ان احنا مش عايشين في البيوت لوحدنا، بس لما الواحد بقى يحصل معاه هو الموقف ده بيبقى فيه حاجه بقى مرعبه. يعني لما يحصل، يعني انت بتسمعي الكلام، بس لما يحصل بقى معاكي انت الموقف نفسك بيبقى لا الوضع مختلف، بتبقى انت هتتجنني، عايزه تثبتي للناس، يعني عايزه كاميرا، عايزه حاجه تثبتي له بيها فعلا ان ده حصل. محدش طبعا هيصدق، كل واحد هيفضل يطلع في اي مبرر. زي ما انا واحده من الناس كنت بعمل كده، يعني لما حد كان بيحكي لي حاجه زي كده كنت بفضل اقول له لا بتهيأ لك، ممكن ما كنتش واخده بالك، ممكن كنت تبقي مشغوله كده. لما حصل بقى انا معايا الموقف انا كنت هتجنن بجد، يعني بجد كنت هتجنن، كنت مرعوبه مش عارفه ازاي ده حصل. يعني انا نمت وصحيت، كنت موديه نيلي المدرسه وكده. فبعد ما نزلتها فاتوضيت وصليت، واقفه وبصلي عادي وانا ساجده على الارض، كان في دعاء معين عايزه ادعيه يعني وكده. فقعدت افتكر فيه وانا يعني بدعي ادعيه تانية وبفتكر فيه.
فالمهم انا من يعني من اللحظه اللي انا كنت ساجده فيها دي مش فاكره اي حاجه غير ان انا فجاه لقيت نفسي قدام التسريحه بحط كريم في وشي وبكمل بقيه التحيات. متخيلين يعني ايه ان انا بصلي وفجاه الاقي نفسي قدام التسريحه بحط كريم في وشي وبكمل كمان التحيات؟ بقيت بقى في لحظه ذهول، انا بصيت لنفسي كده في المرايه واللي هو انا كنت فين؟ طب انا صليت ولا لا؟ لقيت نفسي قلع الاسدال، يعني معنى كده ان انا صليت. انا فاكره قلع الاسدال وقاعده قدام التسريحه بحط كريم وبكمل بقيه التحيات. طب ايه اللي حصل؟ يعني الدقيقه اللي عدت دي ولا الخمس ثواني اللي عدوا دول راحوا فين؟ يعني ايه اللي يخليني اقوم من سجاده الصلاه واكمل تحيات على الكرسي؟ انتوا متخيلين الموقف؟ متخيلين الرعب اصلا اللي هو انا بقيت مش عارفه اصلي ولا ما اصليش، يعني صليت قصدي ولا ما صليتش، ولا ايه اللي حصل؟ ما بقيتش عارفه، يعني بجد ما بقيتش عارفه انا ايه اللي حصل لي في الدقيقه دي. كنت مرعوبه، يعني اللي هو اتصلت باختي كانت هي صاحيه في نفس الوقت، فاتصلت بيها قلت لها حصل كذا كذا كذا. قالت لي ممكن يبقى متهيألك، ممكن تبقي نسيتي، ممكن قمتي فكنت بتفكري في حاجه فنسيتي ايه اللي حصل. بس انا متاكده ان انا نفسي انا فاكره انا عارفه انا عملت ايه. معرفش حتى بقيت اقول ايه. انا مثلا متعوده ان انا بعد اي صلاه الحمد لله ان انا بفضل بعد كل صلاه اقول ايه الكرسي على طول. فقعدت قلت طب انا ممكن مثلا لما قمت بدل ما اقول ايه الكرسي قلت التحيات من اول وجديد. طب ليه ما افتكرتش؟ يعني ليه لما بصيت لنفسي في المرايه وانا قاعده على الكرسي ما لقيتش ان انا بقول يعني لقيت نفسي بقول التحيات وانا في نصها كمان. يعني اللي هو مثلا فين اولها بقى؟ يعني لو انا مثلا كده لقيت نفسي وانا في نصها، يعني انا بكمل. انتوا فاهمين يعني بعمل ايه؟ ان انا بكمل، يعني لو انا اكني قمت وانا عماله بقول. فالموضوع بجد كان يعني جنني بقى، خلاني اللي هو انا مرعوبه، اللي هو ايه اللي حصل؟ طب انا ايه اللي حصل لي؟ ممكن الله اعلم، انا مش عارفه ايه اللي حصل لغايه دلوقتي برضو. ممكن ابقى فعلا كنت بفكر في حاجه. فالنهايه يعني من كل ده ان لما حد يحكي لنا على حاجه زي كده ما نحاولش نستهتر، زي ما انا كنت بستهتر بالموضوع على فكره. انا كنت اللي هو بتهيألي اكيد انت حاطه في دماغك ان انت خايفه فبتخوفي نفسك اكتر. على فكره والله العظيم بجد محدش هيحس بالموضوع ده غير لما يجربه، يعني يحس بيه. فاللي هو ايه لما حد يجي يحكي لنا على حاجه زي كده ما نستهونش بكلامه، ما نقولهوش لا اصل بيتهيألك اصل مش عارف ايه. اللي هو خلاص هو فعلا اكيد هو طالما بيحكي حاجه مجنناه قوي كده يبقى هو يعني متاكد ان الحاجه دي حصلت. وفي ناس كتير حصل لها الحاجات دي، في ناس يعني بالهبل. حتى اسراء برضو هبقى خليها تطلع تحكي لكم عن موقفها. اسراء على فكره اكتر واحده بتترعب من خيالها، يعني بتترعب من اي حاجه يعني ما بتعرفش تنام لوحدها. لازم يبقى حد معاها تقعد تتخيل الحاجات دي يعني بتحسس نفسها في قصص. بس فانا كنت بفضل بقى اقعد اقول لها انت هبله، انت ازاي مش عارفه تنامي ازاي، انت بتهيألك اللي انت بتشوفيه ده كده غلط، اللي انت بتحسيه ده مش عارف ايه. واقعد تفضل تقول لي لا انت مستهونه باللي انا بقوله، وانا فعلا كنت ببقى مستهونه باللي هي بتقول، يعني مش مقتنعه. يعني ايه دي بتقعد يعني مثلا ايه لا خليها هي اللي تحكي، مش هحكي حاجه خليها هي اللي تحكي. بس فانا ما حسيتش فعلا باللي هي بتقوله ده غير لما انا جربت. فاللي هو يعني لما حد بقى يحكي لنا حاجه او حد يحكي حاجات زي كده اللي هو ايه ما نستهونش ما نستهترش، اللي هو احنا كده بنجننه اكتر. يعني انا لما حد قال لي انت بتهيألك انتوا بتجننوني اكتر، لا قولوا لي ماشي. فاللي حصل بقى معايا حاجات شبه كده، اكتبوا لي ايه اللي حصل لكم وعملتوا ايه، وهل فعلا دي ممكن تبقى تهيؤات ولا ده حقيقه بجد ولا ايه اللي بيحصل؟ انا مش عارفه بجد. فقولوا لي بقى ايه اللي بيحصل معاكم. وهنا بقى كنت نزلت الكافيه مستنيه اسراء، واسراء اهي جايه وبتصورني، بس انا كمان كنت بصورها. احنا كنا متفقين ان احنا نتقابل النهارده في الكافيه عشان كمان عندنا بالليل مشوار تاني. تعالوا نشوف مع بعض. عاملين ايه؟ انا جيت واسراء قاعده مستنياني من بدري جدا جدا، بس الطريق كان زحمه جدا جدا. عشان النهارده طبعا عيد الاقباط، كل سنه وانتم طيبين. كل سنه وانتم طيبين. وبس بقى فكانت الدنيا مقفوله خالص فالحمد لله انا وصلت. يعني انا تقريبا اصلا في العربيه بقالي مثلا حوالي ساعه تقريبا، والساعه ده اصلا المشوار ده بناخده في ربع ساعه تقريبا. استنوا بقى ايه هنلعب نعمه دلوقتي. هنلعب لعبه الفلوس. قلت لكم في البيت ان احنا هنيجي نلعب. هنلعب لعبه الفلوس عشان كل ما بنلعب لعبه الفلوس انا اللي بكسب. فنستنى بقى نشوف هكسب المره دي ولا لا. ايوه بجد هي حظها في اللعبه دي مش طبيعي والله. بحس ان هي مخاويه. استنونا بقى. احنا بقى افتكرنا ان اليوم انتهى، بس في مفاجاه. استنونا في الفيديو اللي جاي. يا ترى مين معانا؟ انا رايحه معاهم البيت.
استنونا بقى في الفيديو اللي جاي في البيت. استنوا بقى بقيه الفيديو. وهنا بقى كنا رحنا لمحل بتاع الخضار اسمه سمار الجنة عندنا. ده محل يا جماعة تحفة بجد والله العظيم، كل حاجة عنده فظيعة. يعني انا بصوا من الشكل الحاجة بتتكلم عن نفسها، بتنقي كل حاجة. يعني انا شايفيني بنقي ازاي، بنقي كل اللي انت عايزاه بمزاجك. اي حاجة انت عايزاها بتقعدي تنقي فيها مرة واثنين وثلاثة واربعة وتشوفي. بصي كل اللي انت عايزاها تنقيه براحتك. بجد الحاجات تحفة عنده، كل حاجة جميلة عنده. فكان ناقصنا شوية حاجات في البيت، فقبل ما نطلع يعني رحنا اشتريناها وكده. بس والخيار بقى كمان عنده كان حلو قوي. هو بيبقى حاطط حاجات في مكان وحاجات تانية في مكان تاني عشان الزحمة. هو ما شاء الله بيبقى زحمة على طول. فبص الشكل الحاجة فظيع. يعني شايفين الفلفل والجزر. على فكرة انا بحب الجزر، بس مش اللي هو ايه بقعد ادور عليه او عايزاه او كده. اول ما شفت رحت جبت على طول. يلا بينا بقى نشوف هنعمل عشاء ايه. استنونا. بصوا بقى بنعمل برجر تحفه. اوريكم شكل الساندوتش بقى لما بيخلص بيبقى عامل ازاي. دي بقى التحليه اللي بعد الاكل والبطيخ. عشان لازم كل حاجه تبقى جاهزه. مين ده البطيخ بجد جميل جدا. مين ده البطيخ؟ لا يعني الايام دي بصراحه حلوه بصراحه قوي. انا كنت خايفه نجيب يعني بطيخ وكده، بس تحفه بجد. سكر والكنتالوب يا جماعه الايام دي رهيب 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 رهيب. احنا بقى بنحب الحاجه نخلص الاكل نلاقي كل حاجه جاهزه. مش لسه بعد ما نقوم من الاكل نقطع كده، فلازم كل حاجه تبقى جاهزه. يعني البرجر يستوي وبعد كده يعني هو على النار احنا نكون بنعمل حاجه تانية، ما نستناش حاجه ورا حاجه. بصوا بقى بنحب نحط جبنه شيدر كده تحت. نيلي بصوا بقى احنا بنحب جدا نكلف الساندوتش كده ويبقى مليان حاجات، علشان احنا بنحب نشبع. مش من ساندوتش واحد، يعني ممكن ناكل 2 3 عادي. ايه رايكم بقى؟ ده الحلو بتاعنا بتاع النهارده. بصوا بقى شكل الساندوتش بعد ما خلص تحفه. عملنا بيض عيش الجبنة. احنا بنحب العيش ده جدا. بصوا بقى الاكل خلص وبقى تحفه. شايفين المنظر عامل ازاي؟ وهنا بقى كنا خلصنا يومنا. ما تنسوش تعملوا لنا سبسكرايب ولايك وكومنت. باي.